لا. هبدأ أعمل بعض حلقات عن الاختراع والابتكار والمشاريع، ازاي تطور فكرتك، ازاي تبدأ من الصفر او من بداية فكرة عامة الى منتج، او ازاي تنجح فكرتك. احنا الاول كنا شغالين على الموضوع ده في الملتقى. اذا كان في ناس تعرف موضوع الملتقى وفي ناس لسه. الملتقى ده كنا بنعمله، بنجمع مجموعة من المخترعين والمبدعين واي حد عنده فكرة مشروع، بنتجمع في مكان، بنعمل محاضرة، بنبدأ نتكلم ونناقش. كل واحد من الحاضرين ممكن يبقى محاضر في أحد اللقاءات، يتكلم عن فكرته، يفيد غيره، ينصح غيره بمشروع أو بفكرة، وناخد آراء بعض. في مننا المخترعين وفي مننا غير المخترعين. أنا زي ما هكلمكم ازاي ننجح في الأفكار، أنا بكلمكم عن تجارب أنا جربتها بنفسي، حاجات أنا نجحت فيها. بتكلم مش من واقع أكاديمي قوي، بتكلم من واقع تجارب انا قمت بيها، وبعض الافكار وبعض النقط اللي انا ازاي نجحت فيها. يعني في اللي ما يعرفنيش ممكن تشوفوا في كليبات ليا على اليوتيوب برضو بتتكلم عن قصة نجاحي، زي ما تعرفوها براحتكم. انا اشوفه عشان ابدأ اعمل محاضرة بتاعت دلوقتي. كانت الفكرة عندي مثلا من قبل دلوقتي بحوالي 4 ساعات جات لي الفكرة. انا ممكن اسجل على اليوتيوب، يعني هي بصراحه جات لي من يومين، مكان النهارده جات لي فكره، قلت خلاص لازم اعملها دلوقتي. بدات اجهز، بدات اكتب الفكره اللي انا هتكلم عليها ازاي، بدات اعمل كام تيست ازاي هتكلم على الاختراع او على الابتكار، وهبدا بايه، واول حلقه هبدا بيها ازاي. النقطه هنا اللي انا لما بحب اعمل حاجه، وده في حياتي كلها، لازم ابتدي فيها. مفيش انا عندي فكره وعندي حلم واحكي عنه، طب انت عملت ايه؟ لازم يكون لك خطوه. انا الفكره اللي انا بعملها دلوقتي دي ان شاء الله، عندي فكره برنامج تلفزيوني للمخترعين بكل الافكار بتاعته، بكل طرق الدعايه، ويعني كاتب الفكره كامله. ممكن ما لقيتش لحد دلوقتي حد ينفذ الفكره، بس خلاص فعلا ممكن تكون اللي انا بعمله دلوقتي دي بدايه برنامج حقيقي. بدأنا على اليوتيوب، ممكن بعد كده يبقى برنامج حقيقي، وان شاء الله انا بسعى ان انفذه حقيقي. زي ما انا بعمل دلوقتي بداية نجاح. عايز يبقى كل واحد يسمعنا يبقى عنده بداية نجاح. لما يكون يعني ممكن نقول لو عندك عزيمة لازم تبتدي دلوقتي، ولو عندك حلم ما تنامش. انا عشان انفذ حلمي انام، انا تعبان، انا كسلان، انا عندي ظروف، عندي ضغوط، كلنا عندنا نفس الموضوع. انا بدأت من هنا، من المحل اللي انا قاعد فيه. خدت من وقتي علشان افكر ان انا اعمل حاجة ايجابية، عشان اعمل حاجة جدية، عشان ابتدي بنقطة جديدة في حياتي. انا زي بقدر افيد نفسي وابدأ في كل مشروع احب اعمله بجد واجتهد. دلوقتي انا بفكر ازاي افيد الناس، ازاي افيد الناس انا مستفاد منهم. اذا كان طبعا ربنا بيعوضك من وقتك وبيديك، يمكن واحد اوقات بيحس وبيجيله معلومات مش عارف جات له منين. غير كده انت بتستفاد انك انت لو علميا بقى، انا تبادل الخبرات دي طبعا بتفيدنا كلنا. انا ممكن ما اكونش قريت في كتاب معين او في نظريه معينه، بالنقاش بنعرف افكار مختلفه، بنعرف حاجات مختلفه، بيكون عندنا اراء، بتعرف تجارب. يعني ممكن مثلا تلاقي طفل، مش يعني طفل صغير عنده فكره، انا عن نفسي اعمل كذا، ده يفكرك بنفسك ان كان زمان نفسك وده نفسه. ممكن تلاقي اللي نفسه الصغير ده تلاقي عنده، يعني فعلا واحد كان بيكلمني على شخص او طفل يعني صغير، بيقول لي مش عارف عنده كام سنة بدأ بيشتغل في ابحاث. قال لي في مخترع تاني كبير عنده الفكرة وما عندوش الابحاث. شوف ده بدأ من هو صغير، انت كبير ما بدأتش. تمام. كل ما تصبر على الفكرة وما تبدأش فيها ده خطر عليك، وده بيبدأ يموت جواك الابداع. انت ربنا اداك فكرة، منحك فكرة، اداك علم، رزقك بحاجة. يعني ربنا يرزقني بنبات واداني المية، المفروض ان انا اعمل ايه؟ اخد المية اسقي بيها النبات. سبت النبات هيموت، يا اما هيجي واحد تاني يعدي ياخد مني النبات ويمشي، بس هيفضل النبات هيعيش، الفكرة هتعيش، الاختراع لازم هيعيش. الاختراع بينزل من عند ربنا رزق لكل الناس. لو انا ما بدأتش وانتهزت الفرصة
وخدت الاختراع ونفذته، او خدت الفكرة او المشروع ونفذتها، هيجي غيري ياخد الفكرة ويمشي بيها. فدي ان شاء الله زي ما انا بحاول اعمل دي بداية لنفسي، وده يا ترى انتوا بتسمعوه ده مشروع برضو ببدأ فيه، وبرضو ده مش مشروع برضو كحاجة ليا، برضو ليكوا في نفس الوقت. احنا نبدأ نعرض اراء، اللي عنده سؤال، اللي عنده فكرة عايز يتكلم عليها. طبعا كل حاجة اهم حاجة تكون حامي فكرتك، او يعني تقول بعض النقط اللي هي ما تبينش الفكرة، او تتكلم عن حاجة عامة، او ممكن بتقسم الفكرة لجزئين 3. ببدأ اتكلم عن نقط معينة، انا كذا او كذا وكذا، ما تقولش الفكرة كاملة، احسن حاول تحمي فكرتك بأي طريقة. يعني احنا كان المفروض نبدأ ازاي تخرج من مشروعك او فكرتك للنور، الى النور والتنفيذ، وتعرف الطريق بالظبط. ده اللي انا هعرفكم عليه ان شاء الله في الحلقة اللي جاية، وهتكون دي اول حلقة هنبتدي بيها ان شاء الله.